قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انتهينا في المرة السابقة عند مقتل أبي جهل في غزوة بدر الكبرى، واليوم إن شاء الله نختم هذه الغزوة بهذه المواقف والدلائل. من بين هذه المواقف كيف استقبلت المدينة التهنئة بالانتصار في غزوة بدر، وكيف استقبلت قريش نبأ الهزيمة في هذه الغزوة المباركة، وكيف تم الأمر في قضية الأسرى، وكيف نزل القرآن في هذا الأمر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الإيمان في هذه الغزوة أن أمية بن خلف كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية، فلما كان يوم بدر خرج عبد الرحمن بن عوف بعد انتهاء المعركة لكي يجمع الأضراع، وكان أمية بن خلف يقف مع ابنه علي ابن أمية. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف وهو يحمل الأضراع أي غنيمة من هذه الغزوة، قال يا عبد الرحمن، وكان صديقا له في الجاهلية: هل لك في اللبن؟ أي من أخذني فسوف أفتدي نفسي باللبن. فإذا بعبد الرحمن بن عوف ألقى أضراعه وأخذ أمية بن خلف وعلي بن أمية يقودهما. قبل مين؟ قبل سيدنا بلال بن رباح، فصرخ بأعلى صوته: أمية بن خلف رأس الشرك والكفر، ما نجوت إن نجا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له: اسكت يا بلال، فإنما هو أسيري، يعني ما بقاش خسرت الأضراع اللي هي يعني بتتحط على الصدر، وفي نفس الوقت الاثنين اللي حلتي يروحوا مني. فقال بلال: أمية بن خلف رأس الشرك، ما نجوت إن نجا. ونادى: يا أهل الهدى، يا أهل الأنصار، هذا أمية بن خلف، ده اللي أنا كنت بحكي لكم عنه. فاجتمع القوم على أمية بن خلف، فإذا بواحد فيهم ضرب ابنه علي فقتل. فصرخ أمية بن خلف يقول عبد الرحمن بن عوف صرخة ما سمعت أمية صرخ مثلها قط. ثم بعد ذلك قال: أنجو بنفسك لا نجاء لك، خلاص مانيش قادر أحوش عنك. وألقى عبد الرحمن بن عوف بنفسه على أمية بن خلف، ولكن المسلمين ومعهم بلال بن رباح ابتدروه بالسيف من تحت جسم عبد الرحمن بن عوف، يعني من تحت جسمه كده، إلى أن قضوا عليه حتى أصيبت قدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فكلما لقي عبد الرحمن بن عوف سيدنا بلال قال له: رحم الله بلال، ضيع أضراعي وفجعني في أسيري. لا أنا طلت الناحية دي ولا أنا طلت الناحية دي، ضيع أضراعي وفجعني في أسيري. من بين الأمور ومن روائع الإيمان التي تعلمنا الولاء والبراء في هذه الغزوة المباركة أن سيدنا عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام، رافعا شعار: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ويلتقي سيدنا أبو بكر بسيدنا بعد ذلك أصبح صحابيا بعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: أين مالي يا خبيث؟ انت خدت مالي كله في مكة. فقال له: لم يبقى غير شكة ويعبوب. الشكة هو السلاح، اليعبوب هو الفرس الذي يجري سريعا. لم يبقى غير شكة ويعبوب، وصارم أي اسم السيف يقتل ضلال الشيب، أي أنت شبت وقد ضللت. لم يبقى غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. ومن روائع هذه الغزوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة وأراد أن يدفن الكفار في قليب بدر، بير كده رمى فيه 24 واحد. ليه؟ قال لك دول يبقوا شيلة واحدة كده في جهنم، تمام؟ فإذا به جر عتبة بن ربيعة، فتغير وجه سيدنا أبي حذيفة بن ربيعة،
وهذا من الرعيل الأول من المسلمين ممن دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هو ابن عتبة بن ربيعة. فقال: ماذا بك يا أبا حذيفة، أشككت في موته؟ مش عارف انه كافر ولا ايه؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكني يا رسول الله كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. أنا كنت نفسي يعيش شوية لغاية بإيه؟ أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فأحزنني ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة وتمنى له الخير. ولذلك العيلة بتاعت عتبة بن ربيعة ديت كانت عيلة على فكرة، أي نعم الراجل ده مات على الشرك، ولكن كانت عائلة مباركة. فكان ابنه اللي هو أبو حذيفة ده من أوائل المسلمين، وممن دخل دار الأرقم من أبي الأرقم في أوائل من دخل. وكانت بنته هند بنت عتبة دي بالرغم أنها أسلمت في العام 8 من الهجرة في عام الفتح، إلا أن هند بنت عتبة دي أخرجت لنا أعظم خلفاء من أعظم خلفاء الخلافة الإسلامية، وهو سيدنا معاوية بن أبي سفيان. بل كانت تقاتل بنفسها بالسيف حتى خرجت مع سيدنا معاوية ومع سيدنا أبي سفيان وأبنائهم جميعا إلى فتح الشام. فالعائلة دي كانت معروفة بالعقل والرجاحة. وتذكرت قصة الآن ناخدها فاصل كده قبل أن نقبل. احنا دلوقتي داخلين على القتلى وازاي هيقسموا الغناء. ما تصلي بينا على النبي. هند بنت عتبة، بمناسبة عتبة بن ربيعة، فاصل ونعود. هند بنت عتبة أسلمت ازاي؟ أما نيجي في فتح مكة أن هي رأت 3 رؤى في 3 ليالي، وفي كل رؤية ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقبلي علي يا هند ولا تدخلي إلى النار. المهم تفاصيل الرؤى ديت لسه ليها حكاية في فتح مكة إن شاء الله. ولكن قبل الإسلام هند بنت عتبة كانت متجوزة واحد من بني مخزوم من عيلة سيدنا خالد بن الوليد. الراجل ده كان كريم جدا، وكان عنده بيت في أعلى مكة، يعني بره كده في الجبال بره مكة خالص. والبيت ده سايبه مفتوح على طول وحاطط فيه الخدم. أي ضيف يعدي عليهم يقصد مكة أو يقصد الجزيرة العربية رايح جاي يدخل البيت يأكل وياخد واجبه زي الفل. قامت هند بنت عتبة راحت تشوف جوزها، دخلت البيت ما لقيتش الراجل، البيت كان فاضي. قام واحد من العرب داخل البيت، هو متعود ان البيت ده مفتوح للضيوف. قام اول ما لقى امرأة فزع فخرج مسرعا. في خرجته قابل جوزها اللي هو من مين؟ من بني مخزوم. الراجل شاط، قال لها: انت كنت بتعملي ايه لوحدك انت والراجل في البيت؟ تمام. فقالت: والله حدث كذا كذا كذا، فاتهمها في عرضها. المهم قعدت في مكة فترة لغاية إلى أن شاع الخبر في كل مكة. قالت: والله لابد أن نحتكم إلى كاهنة بني سعد. فين كاهنة بني سعد دي؟ اضرب جنوب كده وانت رايح على الطائف، وبعد الطائف شوية انت كمنك رايح على اليمن. دي كاهنة بني سعد، ولذلك قبيلة بني سعد اللي رضعت النبي كانت في الطائف ورا شوية، يعني تبع مدينة الطائف. قاموا راحوا لها مولانا، وقبل ما يدخلوا على كاهنة بني سعد دي تغير وجه هند وارتعشت. فقال لها عتبة بن ربيعة: الآن يا هند؟ الآن وقد سمع العرب كلهم بمجيئنا، الدنيا كلها يعني ده احنا اتجرسنا في كل حتة، الآن وقد تغير وجهك وقد تغير وجهك. فقالت: يا أبتاه والله ما أشك في نفسي، ولكني أعلم أن الذي دخلت عليه إنما هو بشر يخطئ ويصيب، فأخاف أن يتعلق أمري وقدري بيد بشر يخطئ ويصيب يا أبتاه. فكانت الست ايه؟ الست عاقلة جدا. صليت على النبي. المهم بعد كده لما قام دخل على الكاهنة فقالت: إنك بريئة بأمر الله عز وجل، إنك بريئة. ففرحت هند، الحمد لله جت سليمة. وهي خارجة جوزها قال لها: زوجتي هند. قالت: اوعى والله ما تلمس الشعر مني. وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكاهنة قبل ما تخرج قالت لهند: وسوف تلدين ولدا يكون ملكا على العرب بأكمله. فهند بنت عتبة من الطموح بتاعها قالت: سكلته، يعني إن شاء الله عدمه إن لم يكن ملكا على الدنيا بأكملها، اللي هو مين؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان. وهي خارجة بقى طبعا يعني ايه الشموخ واخدها تمام. فالراجل جوزها يقول لها: الآن يا هند؟ الحمد لله. قالت له: والله ما يكون منك أبدا. تمام.
وأصرت على الطلاق. ثم بعد ذلك لما رجعت مكة اتقدم لها 2، فبتقول لأبوها عتبة بن ربيعة صفهم لي قبل أن تسمي لي اسمهما. قال لها أما الأول فسهل لين ذكي ماكر، تمام، تكونين أنت القائد ولا يردك في شيء. حاجة كده ايه، سمباتيك كده برستيج وايه، وبيدلع الحريم. صلى على النبي. سهل لين لا يرد لك كلمة. قالت له طب والتاني؟ قال بخيل قوي شكيم يشكو، ما بيسكتش، تمام، يعلق على كل شيء، يعلق على كل حاجة، ولكنه قائد في قومه يدير الأمر بجدارة. ها الست الأيام دي بتختار ايه، او في اي وقت تختار مين؟ ها اللي يفوت، صح ولا لا؟ قالت أما الأول فلا ينجب إلا غبي، وأما الثاني فلا ينجب إلا القائد، سميهما لي يا أبي. قال لها الأولاني هو عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو عمل صلح الحديبية مع النبي، والثاني قال لها أبو سفيان. قالت له خلاص أنا هتجوز الثاني. قام سهيل بن عمرو دوت مرت الأيام وخلف ولد، وهو ماشي الواد شاف جمل وماشي جنبيه معزة، فقال يا أبتي هذه يعني المعزة بنت تلك، فنظر إلي وقال غبي، صدقت والله هند. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس دي معروفة بالعقل ازاي، ناس يعني. ولذلك سيدنا أبو حذيفة حزن لذلك، ازاي يعني المعزة تبقى بنت الجمل؟ غبي، صدقت والله هند. ولذلك العائلة، ولذلك سيدنا أبو حذيفة حزن، قال يا رسول الله والله كنت أرجو منه حكمة وعقلا، وكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. طيب مين اللي اتقتل بقى من الفريقين؟ اتقتل من دول 70 واتأثر 70 من الكفار، واتقتل من عندنا 14. من عندنا ولا من عندهم؟ ها من عندنا طبعا، صح ولا لا؟ نحن ندين لهم بالولاء. واتقتل من عندنا 14، كان 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. وبعد ذلك انقضت الحرب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القتل وقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى القليب، سحب 24 رجلا من صناديد قريش في قليب واحد. قالوا له ليه يا رسول الله في هذا الأمر؟ قال إنهم سيكونون في واد واحد بالمرة جملة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القليب. هذا القليب كان عبارة عن حفرة في ذلك المكان يلقون فيه الخبائث والقاذورات، فألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. ثم بعد ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ ها مش كان أحسن تطيعوني؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ده ماتوا خلاص، أجساد لا أرواح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في البخاري ومسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي إنهم يسمعون كلامي أحسن منكم. قالوا في تفسير هذا الحديث تفسيرين. أما التفسير الأول فأن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأموات دون سائر الأمم. وذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في إيه؟ في يسير، صح ولا لا؟ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان إيه؟ يمشي بالنميمة. فدي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك تفسير تاني للإمام أحمد بن حنبل في كتاب الروح، قال لك أن الأموات يتكلمون. قال لك لو واحد جالك ميت أو متوفى مات وخلاص وجالك في المنام، هل معنى ذلك أنه فعلا بيكلمك بيوصيك؟ في مذهب الإمام أحمد أن وصية المتوفى إذا جاءك في المنام فهي واجبة. لو قال لك إني يبقى إني، لو قال لك اعمل كذا اعمل كذا، لو قال لك ادي فلوس لأخوك ادي فلوس لأخوك. تمام؟ ده في مذهب أحمد. ليه؟ قال لك لأننا نموت الموتة الصغرى
والأموات ماتوا الموتة الكبرى، ولكننا عندما نموت الموتة الصغرى في النوم تصعد الأرواح فتكلم بعضها بعضا. وساق على ذلك أدلة، منها أن عبد الله بن سلام لقي سلمان الفارسي فقال: إذا أنا مت فالقني فأخبرني ماذا لقيت من ربك، وإذا أنت مت فالقني فأخبرني ماذا لقيت من ربك. يعني لو واحد فينا مات يجي للتاني يقول له أنت عملت إيه؟ يقول له هو عمل إيه؟ فمات أحدهما فلقي الآخر فقال: ماذا فعلت؟ قال: توكل على الله وأبشر، توكل على الله وأبشر، فما وجدت خيرا من التوكل قط، فما وجدت خيرا من التوكل قط. إذن الأموات يسمعون ويعرفون، هذا في مذهب أحمد. وأما هذا الحديث فهي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. مكة بدأت تتلقى نبأ الهزيمة. كيف تتلقى ذلك؟ شكلكم زيت ولا صلوا على النبي؟ اسمع القصة الجميلة دي. كل واحد طبعا اتقتل 70 وفر 70 ومش راجعين في صفوف واحدة، ده راجعين من المدينة إلى مكة كل يسير في الوديان والشعاب غير منتظمين مذعورين من ملاحقة المسلمين، وكل واحد فيهم يتأخر خارج مكة لا يدري كيف يدخل مكة بذلك النبأ الفاجع. ولكن أول من دخل مكة كان رجل يسمى بالحيثمان ابن عبد الله الخزاعي. أم دخل قالوا وما وراءك؟ لهم اسكتوا، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماه. فلما أخذ يعد ذلك قال صفوان بن أمية: اسألوه عني. صفوان بن أمية قاعد لسه في مكة، فقال: اسألوه عني، يعني عن بيتي. فقال: قتل أبوه اللي هو أمية بن خلف وأخوه اللي هو إيه؟ علي بن أمية اللي هو قتلهم مين؟ سيدنا بلال. الله ينور عليك. قام يقول أبو رافع، وكان بيت سيدنا العباس بن عبد المطلب كان في نفس المكان اللي فيه بيار زمزم. أما بنخلص كده ونصلي قدام المقام بعد ما نخلص الطواف بنرجع خطوة كده بنشرب من زمزم، وبعد كده بنطلع على ايه؟ على الصفا والمروة. بيت سيدنا العباس بن عبد المطلب لأن السقيا كانت مسؤولية عيلة النبي اللي هي بني هاشم، فكان بيت سيدنا العباس كان على البير بتاع زمزم ده. ليه؟ أما يجي الحج يقوم فاتحين الباب ويستقبلوا الضيوف ويسقون مية زمزم، وده شرف كبير جدا. كان ليه خادم اسمه أبو رافع كان ينقح الأقداح، يعني كان يجي عند الكوبات دي زمان كانش فيه الإزاز طبعا من الحجر ويقعد ينقح الأقداح، القدح اللي هو الكوب، تمام، وقعد ينقح. قام أبو لهب جه وهو قاعد في الغرفة بتاعت مية زمزم دي وقاعد ينقح الأقداح، أبو رافع الخادم بتاع العباس. والعباس كان ساعتها اتأثر في غزوة بدر ولسه مرجعش، لأن النبي كان نبه: إذا لقي أحدكم العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرها. والعباس كان قد أسلم هو وزوجته أم الفضل، ولكن كان يكتمان إسلامهما بأمر النبي. ليه؟ قالوا انتوا تبقوا العين بتاعتنا في مكة عشان لو حصلت حاجة في مكة تقولوا لنا. قام أبو لهب ابن أبي جهل، أبو لهب ابن عبد المطلب، قام جه وراح قاعد كده وأسند ظهره إلى طنب الحجرة، يعني إلى طرف الحجرة، قاعد بره كده زي ما أما الواحد فينا كان يقعد على المصطبة زمان والباب بتاع الدار وراه على طول. فقام لها أبو سفيان وجاء مبعثرا وقد قطعت أنفاسه. قال: تعالى يا ابن أخي أخبرني ما وراءك فأنت ستخبرني الخبر اليقين. قال: والله يا أبا لهب ما هو إلا أن لقينا القوم ابعد عنك. تمام، هو فعلا بيقول له كده بالعامية: ما هو إلا أن لقينا القوم ابعد عنك. فمنحناهم أكتافنا، منح أكتافه يعني يعني إيه منح أكتافه؟ هذا تعبير نجدوه دائما في الغزوات، يعني كتف قصاد كتفك في القتال قريبين من بعض. فما هو إلا أن منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا، كأننا وفين مبلمين كده، تمام، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. احنا ما بنلومش الجيش بتاعنا ليه؟ قال له: والله لقينا رجالا بيض على خيل بلق، خيل اسود فابيض او ابيض فاحمر بين السماء والارض، والله ما تليق شيئا، يعني لا تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء، يعني لا يقف امامها شيء. ابو رافع طبعا جوه الحجره والاتنين دول قاعدين على المصطبه بره ساندين على ساندين على الحيط. قام ابو رافع رفع ستار الحجره وطلع بره
وقال هي والله الملائكة. يا خبريوة، ما تصلي على النبي. قام أبو لهب وقام مسكه فضربه ونزل به على الأرض ثم رفعه وألقاه على الأرض. وكان أبو رافع رجلا ضعيفا ثم لطمه. جاءت أم الفضل، وأم الفضل دي إن شاء الله نقول القصة بتاعتها، ست يعني بأمة بحل، اللي هي مرات سيدنا العباس بن عبد المطلب. نزعت عمودا من أعمدة الخيمة ثم نزلت على أبي لهب فشجت رأسه وقالت قم عدو الله، أن غاب سيده تستهزئ بنا؟ والله إن غاب العباس فأنا موجودة. فقام ونزفت الدم من أبي لهب وقام مستحييا. ثم بعد ذلك لم يبقى إلا 3 أيام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بص الحتة دي، إلا ومات أبو لهب. قال له ليه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وما طلع عليه عقبة بن أبي معيط وطرح عليه سل الجزور وهو ساجد في مكة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم قام ودعا على 7 في البخاري: اللهم عليك بإيه؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبو جهل بن هشام وأبو لهب. تمام؟ قال لك فما من رجل، عبد الله بن مسعود روى الحديث، فما من رجل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من 7 إلا ووجدتهم صرعى في بدر. وأراد الله عز وجل أن يجيب دعوة النبي وأن يقتل الأخير اللي هو مين؟ أبو لهب الذي لم يخرج إلى غزوة بدر. بعد هذه الواقعة ب3 أيام أصيب بالعدسة، وهو مرض جلدي إذا أصيب به أحد من العرب يتشاءمون منه ويتركون له البيت، فما زال المرض يأكل في جسدي حتى بري جلده، وكان القوم يتأففون من الدخول عليه حتى قتل بهذه العدسة بجند من جنود الله عز وجل. إلى بعد ذلك ظل في البيت 3 أيام يكرهون أن يدخلوا عليه، إلى أن ظهرت رائحته فحملوه على أواد، يعني إيه، يدخل خشب من هنا خشب من هنا وإيه، ونشيله من بعيد كده، حملوه على أواد إلى أن طرحوه في أعلى الجبل وردموا عليه من بعيد. وهكذا استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وعد 7 لم يخرج، ولكنه لم ينجو من جند الله عز وجل. أرسل الله عز وجل عليه العدسة حتى أكلت جلده وقتل بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأت المدينة المنورة تتلقى أخبار النصر. بعت النبي صلى الله عليه وسلم 2، بعت النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى أعلى المدينة إلى العالية يعني ناحية أحد كده، وأرسل عبد الله بن رواحة إلى السافلة يعني ناحية مسجد قباء. كان ساعتها قريش بتعمل أعجوبة، بتعمل حرب نفسية على المدينة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. أول ما سيدنا زيد بن حارثة جاء بالقصواء، الواحد بيحب القصواء دي أوي. النهاردة والله حلمت يعني حلم يقظة، يعني بتصلى على النبي حسيت له مكشوف عني الحجاب ولا حاجة، وتصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حلمت ان انا نفسي اقابل القصواء دي في الجنة. والله يا عم الحاج ما مشيش حاجة في السيرة، في سيرة النبي، غير اما الاقي الايه؟ قصواء. قلت يا رب اكون القصواء. القصواء دي جميلة قوي، اللي هي جمل النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعت مع سيدنا زيد بن حارثة القصواء، قالوا شوفوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت القصواء مع زيد ولم تأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخبروهم بأنباء النصر فاستبشرت المدينة. وصل اللهم على حبيبنا محمد. جاء الخبر يستقبله خبر حزين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبقى سيدنا عثمان بن عفان في المدينة، لأن السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة. فلما وصل خبر النصر وصل خبر وفاة السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها، بدأ الجيش النبوي يتحرك بعد ذلك إلى المدينة. النبي هو ماشي قتل 2 من ضمن 70 أسير. قتل واحد اسمه النضر بن الحارث، وهذا كان دائم الكيد على رسول الله. وقتل الثاني اللي اسمه عقبة ابن أبي معيط. لما جه يقتله قال له: يا رسول الله والصبية، لمن الصبية يا محمد؟ قال له: في النار وبئس المصير. ثم أمر سيدنا علي بن أبي طالب بقتل النضر بن الحارث وبقتل عقبة بن معيط. ليه دول بالذات النبي قتلهم؟ لأن دول بمثابة مجرمي الحرب الذين يحكم عليهم في المحاكم الحديثة في الأمم المتحدة إما بالإعدام شنقا وإما بالسجن مدى الحياة. وهذا واجب على الأمة. أسير لما عنده فلوس ما يرجع تاني يحاربني، لا، هذا مجرم حرب فلا بد من قتله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يتحرك إلى المدينة. ثم بعد ذلك استقبلته الناس وهو يدخل إلى أرض قباء من جنوب المدينة المنورة. بقى يعني لما الناس بقى تستقبله بالنصر كده، فيقول سلمى بن سلامة وهذا من الأنصار، فيقول يا رسول الله ما الذي تهنئوننا به؟ الناس دي بتهنئنا على ايه؟ يعني بقى شوية يعني ايه؟ شوية شموخ كده. إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن، يعني ده احنا قابلنا شوية ناس كبيرة ايه صلعة عاملة زي الايه؟ عاملة زي الإبل الكبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم قال لقد لقيت الملأ، ده هم دول شجعان العرب وأكابر العرب، يعني ايه ما تسوقش فيها قوي، يعني ايه يعني ما تسرحش قوي، تمام. إن لقيت إلا الملأ، إن لقيت إلا الملأ، هؤلاء الأسود. قبل سيدنا أسيد بن حضير اللي اتقتل في غزوة أحد، قال له يا رسول الله والله لقد علمت أنك خرجت للعير وليس للنفير، ولو أعلم ذلك ما تخلفت عنك أبدا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. سيد بن حضير اللي جه في غزوة أحد، فبيقول لابن عمه سعد بن معاذ ايه يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، تمام. هنا بقى بالذات أسيد بن حضير ده لما جه النبي في أحد قال له يا رسول الله إنما فاتنا ما فاتنا من بدر، بالله عليك يا رسول الله اخرج إلى الأعداء، إنما نريد أن ننال الجنة كما نالها إخواننا من قبل، سيدنا أسيد بن حضير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا مظفرا، وأسلم بشر كثير من أهل المدينة المنورة، ولم يكن عبد الله ابن أبي بن سلول قد أسلم بعد. فلما جاء النبي من غزوة بدر أسلم، ومن هنا بدأ النفاق يظهر، لأن النفاق لا يظهر عن ضعف وإنما يظهر بعد قوة، صح ولا لا؟ أنا اللي يخليني اللي أنا أنافق راجل ضعيف موظف بسيط، أنا نافق مين؟ أنافق المدير، صح ولا لا؟ ومن هنا بدأ النفاق، وأسلم عبد الله بن أبي بن سلول، وبدأ بعد ذلك تبنى الدولة الإسلامية. آخر قضية هي قضية الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم بشور الصحابة نعمل ايه يا اخواننا في موضوع الأسرة؟ فقام سيدنا أبو بكر الصديق قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. ده أبو بكر اللي بيقول كده مش حد تاني، ما تصلوا على النبي. العشيرة والإيه يا اخواننا؟ بنو العم والعشيرة والإخوان. وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، نأخذ المال نبني باقتصادنا، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا عضدا لنا بعد ذلك، يعني قوة لنا. قال له انت شايف يا عمر؟ قال له بقى انا ما بتفهمش. قال له طب انت شايف ايه؟ قال له ما رأى ابو بكر. قال له ليه؟ قال ولكن ارى ان تمكنني من فلان قريب عمر فاضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن ابي طالب اخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديد الكفر وأئمتهم وقادتهم، فلا بد أن نقتلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بس سيدنا عمر، فمال النبي إلى رأي أبي بكر ولم يمل لرأيه. في اليوم الثاني دخل سيدنا عمر على أبي بكر الرسول فلقهم بيبكوا، فقال ما يبكيكما؟ أعنماني، فإن رأيت بكاء بكيت وإن لم أرى تباكيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل موافقا لرأي عمر بن الخطاب، فقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني ايه يثخن في الأرض؟ الإثخان هو القتل، تمام. ده أول معركة، كنت سيبك من ده كله واعمل ايه الأول؟ اقضي على صناديد وقادة الكفر، لأن بعدها بسنة رجعوا له فين؟ رجعوا له في غزوة أحد، ما تسيبش فرصة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق. إيه الكتاب من الله سبق؟ اللي هو في سورة مولانا، في سورة محمد، لأن الله عز وجل خيرهم فإما منا بعد وإما إيه؟ حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارها. فنسخ الله هذه الآية، يعني أنا اديتك اختيار، إما أن تمن بالعفو وإما أن تقبل الفدية، ولكن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم
عذاب عظيم، أي لمسكم فيما أخذتم من الفدية والمال مقابل فك الأسرى عذاب عظيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومن هنا بعد ذلك يعني قبل ما تنزل الآية دي كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خد الفدية ما بين 3000 ل 4000 درهم لكل واحد، واللي معهوش فلوس ياخد 10. كان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فكل واحد يعلم 10 من الغلمان، لأن بناء الدولة لا يعتمد على المال فقط، وإنما يعتمد على العقول والتفكير. وكما قال العلماء دائما والمفكرون الدولة تطير بجناحين، جناح العمل وجناح الفكر، والذي يقوي جناح العمل هو جناح الفكر، فإذا ضاع الفكر ضاع العمل. وبالتالي إذا ضاعت مدارسنا وجامعتنا أسأل الله عز وجل العفو والعافية على بلادنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحد أن يعلم 10 من الغلمان، أن يعلم 10 من الغلمان. هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. آخر قصة وخلاص بقى، صلى على النبي. تعرفين ان انا بقول آخر مرة كل درس كم مرة؟ 10 مرات، دي تاني مرة. واحد يقول لي ما تسوقش فيها قوي كده، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا ان شاء الله دي آخر مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأسرى قصة حب جميلة جدا. ما تصلي بينا على النبي. اديها رومانسي بقى النهارده، عشان النهارده الخميس وايه عايزين يعني بكره الجمعه يعني. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من الأسرى اسمه أبو العاص بن الربيع، وده كان زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام السيدة زينب كل ده قاعدة في مكة بتحب جوزها، تمام، وما هجرتش مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها أسلمت. وما نزلش تحريم الرجال الكفار على المؤمنات أو العكس إلا بعد صلح الحديبية، إلا بعد صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة. واحد يقول لي إزاي لم ينزل التحريم هؤلاء على هؤلاء إلا إيه في السنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذلك من اتفاقيات صلح الحديبية اللي يجي لي مسلم أرده لك تمام، ولكن ربنا قال له إيه؟ إذا جاءك المؤمنات وإيه مهاجراتنا، آخر الآية فلا إيه ترجعهن، صح ولا لا؟ قال له ترجع الرجالة بس ما ترجعش إيه، ما ترجعش الستات، تمام. وهنا نزلت الآية بتحريم ده على ده. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام السيدة زينب أصبحت لا تملك إلا قلادة أعطتها السيدة خديجة لها في زواجها، فأرسلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بكى واحتضن هذه القلادة اللي هي العقد، تمام، أو اللي احنا بنسميه كردان، واحتضن هذه القلادة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله خديجة نعم الزوجة وجدتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتكون قلادة خديجة من بين ما يكون من الفدية؟ اعذروني أيها الناس أن أرد على ابنتي هذه القلادة وأن أطلق سراح أبا العاص بن الربيع. سمح له الصحابة بذلك وقال له أنا هسيبك ترجع بس ترجع لي السيدة زينب. قال له خلاص. وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وأهم بعت معاه السيدة عشان يبعت السيدة زينب إلى خارج مكة يستلموها ويرجعوا بها. قام بعد ذلك وهم خارجين أخو أبو العاص بن الربيع عرف الرسالة، فقام بعد كده يعني يجوا في الطريق ده يسلم ودول إيه استلموا، زي ما احنا كنا بنشوف زمان في الأفلام كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. زمان في الأفلام يا مولانا، مش ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قام مولانا بعد ذلك جايين في نص الطريق ده يسلم وده يسلم، راح له أبو سفيان قال له يا فلان اللي هو أخو أبو العاص ما زالت مكة حزينة على رجالها وحزينة على دمائها، وأنت تخرج بابن بنت محمد أمام أعيننا والله ما يكون ذلك في ذلك الوقت. قال يا أبا سفيان أتريد يا أخي أن ينقض عهدا وأن يقول له أنه ليست كلمة على زوجته؟ يا سلام. فأرسل السيدة زينب. السيدة زينب فضلت كل ده 6 سنين قاعدة في مكة، قاعدة في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة لوحديها. كل ما يجي لها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أفرق بينك وبين زوجك؟ تقول يا أبتاه
والله إن الدنيا كلها تضيق عن رجل مثل أبي العاص بن الربيع. ده الدنيا كلها ما لاقيش زي مين؟ زي أبو العاص بن الربيع. شفت ازاي؟ وتمر الأيام، ولما يحصل صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، سنة 7 من الهجرة، في قافلة جاية من المدينة، في قافلة جاية من الشام. طلع شوية لصوص على القافلة ديت، وكان قائد القافلة أبو العاص بن الربيع. قاموا مسكوا كل المال وقبضوا على أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع تمكن من الهرب وساب لهم القافلة نهبوها. يروح لمين؟ أقرب ناس ليه، تمام، وهو جاي من الشام عدى على المدينة، عرف بيت زوجته زينب ونادى: يا زينب. قالت: أبا العاص. يا لقاء بعد 6 سنين، تمام، تخيل واحدة متفرقة عن جوزها بعد 6 سنين. يا زينب. قالت: أبا العاص. قال: نعم. قال: العون العون، فإنه قد قبضت على قافلتي وأنا أسألك الغوث. فقامت السيدة زينب، وكان ذلك بعد العشاء، فقامت في صلاة الفجر، وكانت النساء تصلي فيما يلي الرجال. وبعد صلاة الفجر وبعد ما سلم النبي، نادت السيدة زينب: يا قوم، إني أجرت أبا العاص بن الربيع فلا يقربنه أحد. فنادى النبي: أزينب ابنتي؟ فقالت: نعم يا أبتاه، إني أجرت أبا العاص. إيه القوة دي؟ فقال: يا زينب، وإنا قد أجرنا من أجرت، ولكن لا يقربنك، فأنت مسلمة وهو كافر. قالت: لن يكون ذلك أبدا يا أبتاه، لقد سمعت قول الله عز وجل أنه لا يقرب هذا من ذاك، ولكني أجرت أبا العاص. طبعا دلوقتي اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له: أشهر إسلامك. قال له: يا رسول الله، لو أشهرت إسلامي لقال القوم أشهرها عن ضعف وأنتم بقوة، ولكن سرقت القافلة ولي مال في مكة، وهذه القافلة جمعتها من أموال أناس كثيرين في مكة، فاسمح لي يا رسول الله أن أعود إلى مكة، أن أرد لهم الأمانات ثم أعود إليك بعد ذلك. راح أبو العاص بن الربيع مكة وخد الفلوس بتاعته وقال: يا قوم، سرقت مني القافلة، فمن كان له مال فليأخذه مني. ورد إليهم الأموال والودائع حتى نهى كل ماله، ثم عاد إلى المدينة وقال: يا محمد. قال: لبيك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وزوجتي زينب؟ قال: هي حل لك. وعاش أبو العاص بن الربيع والسيدة زينب إلى أن ماتت السيدة زينب، وقتل أبو العاص بن الربيع شهيدا في سبيل الله عز وجل. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأسأل الله عز وجل العفو والعافية. المرة القادمة إن شاء الله غزوة مهمة جدا جدا جدا، وهي غزوة أحد، وهي من الغزوات المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يرزقنا الجنة، وأن يقربنا إليه، وأن يرزقنا كل ما يقرب إليه من قول وعمل. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونلتقي غدا في خطبة الجمعة بإذن الله إن شاء الله. اللي حضر الدرس الجمعة أجازة، وصلى على النبي، أصل هو